يلا بينا. ده 2 لتر ميه هنحطه على ال 2 لتر دول 10 نقط. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. طيب ال 10 نقط دول مقدار سنتي للحمام، هيساعد على الخصوبه، هيساعد على تنشيط عنقود البيض. الناس بقى اللي اشتكت وقالت لي البيض بيجي غير مخصب، لا مفيش الكلام ده دلوقتي. البيض هيجي مخصب، الحمام هيكسر، الحمام هيشتغل، وهيبقى موسم خير على الجميع. في نتايه ما بترضاش تقعد مع الذكر، وفي ذكر ما بيرضاش يكسر النتايه، وحاجات كتير قوي قوي بتحصل عند الحمام. طبعا انت لو وصلت للفيديو دوت يبقى انت فعلا مهتم بالحمام ومهتم بتربيه الحمام. عايزك تعمل لايك للفيديو ونشوف احنا حاطينه ايه. طبعا لو بنحط ال10 نقط دول بنبدا ان احنا نرج الازازه كده وتعمل ريم من فوق زي ما انتم شايفين. اصلي النهارده فيديو جميل مع احلى اخوات في الدنيا، ويلا بينا نشوف التفاصيل بتاعته. يلا تعالوا نشوفوا بقى احنا جبنا ايه للحمام. طبعا الحمام بتاعنا اهو، والمعلم ده مش هيسكت النهارده، وشكلي هشيلك من هنا. هشيلك من هنا، اقعد. هنشوفوا النهارده كده جبنا ايه يا شباب. طبعا دوت الناس اللي بتشتكي ان اكل الحمام غلي، ان شاء الله النهارده هقول لكم ازاي توفروا اكل حمام، وفي نفس الوقت برضو تخلي الحمام عندك مناعته كويسه، وتلاقي الحمام عندك بينتج بسم الله ما شاء الله. وهنشوفوا عندنا كل حاجه مع احلى اخوات في الدنيا. نفتح الكيس ونرجع تاني. يا صباح الفل على احلى ناس. تعالوا بقى نشوفوا ايه اللي حصل عندنا في السلاكه. وطبعا اول ما بنخش السلاكه بنبص على اول جزء عندنا، لقينا البيض مكسور في ارضيه السلاكه زي ما انتم شايفين. اول حاجه هنعملها نشوفوا الزغاليل، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. نطمن عليهم، الله اكبر الله اكبر، كويسين وزي الفل. والمعلم روي بقى النهارده عامل احلى دوشه، وهل بقى هنعرف نصور الفيديو منه ولا لا؟ طبعا ده روي يا شباب، طلع معايا في فيديوهات كتير قبل كده، بس اسكت طالع، اسكت اسكت. وكلفة الحمام بتاعتنا هنشوفوا النهارده هتتكون من ايه. جبنا شكاره كده للحمام، وهنشوف الشكاره ديت فيها ايه. طبعا الشكاره تقيله زي ما انتم شايفين كده. هنشوفوا الشكاره دي فيها ايه، ونطمنوا على حمامنا النهارده مع احلى اخوات في الدنيا. وهنشوفوا مصير المعلم اللي قاعد ده كده ايه دنيته معانا مع الحمام. واشترينا السلاكه ال3 ادوار ديت اهي. دي كنا بنعزل فيها النتايات. خلاص بقى كفايه كده، تعالوا انتوا تضايقوا عليكم. هندخلكم بقى في الوسع وفي المكان الجميل دوت، ونحط لكم ميه ونحط لكم اكل ونشبرق عليكم. النهارده جايب لكم حاجات زي الفل. النهارده هبدع، واحد يخش من باب والتاني يخش من الباب التاني. هنبدع معاكم النهارده وهنعمل معاكم الصح. ودي الزغاليل بتاعتنا شباب اللي احنا كنا فاطمينها. كان في زغلولتين تاني بس ربنا كرم واتباعوا. والنهارده احلى فيديو مع احلى اخوات في الدنيا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده يوم جديد في الغيه بتاعتنا وفي السلاكه بتاعتنا، ومحضرين حاجات جميله جدا جدا لاحلى اخوات في الدنيا. طبعا انت لو بتشتكي من قله انتاج الحمام، بتشتكي ان الحمام بيبيض بيض غير مخصب، اتفرج بقى على الفيديو دوت وهنتابعه النهارده ونشوفوا حمامنا الجميل النهارده عنده ايه. جايبين بقى اكل حمام ب 100 جنيه، صارفين ومكلفين. ونشوفوا بقى هنقدم ازاي الاكل للحمام. طبعا ده حمامنا وده المكان اللي احنا بنربي فيه حمام، وكان بنربي فيه عصافير زي ما حضراتكم شايفين. ارخص كلفه ممكن تجيبها للحمام وازاي تقدمها للحمام، والحمام هيستفاد منها. حاجات بسيطه وحاجات سهله مع احلى اخوات في الدنيا. عايزين نبدا الحلقه بتاعتنا كده، نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونعمل لايك للفيديو. لو انت مش مشترك اشترك وفعل الجرس هيوصل لك كل جديد. حمامنا احنا معودينه ان هو يستنانا ساعه الاكل زي ما حضراتكم شايفين كده. الحمام اول ما بيشوفني لازم يقف على الباب كده مستني الاكل بتاعه بلهفه. ودي اهم حاجه عند الحمام انك انت تعملها له، ان الحمام يكون مستنيك ساعه الاكل. اما بقى اللي عمال يلف حوالين نفسه بره دوت ولف الجنزير على نفسه، معذبنا معاه ومصدعنا بس بنحبه. يلا بينا يا معلم نشوفوا ايه النهارده اللي هنعملوه. يلا بينا يا شباب. في حاجه عايز اقولها لك، لما تيجي تخش على الحمام بتاعك كده ما تخشش مره واحده، اقف قدام الحمام دقيقه، بعد كده خش عليه وتسمي الله وتبدا تتعامل معاه. طبعا احنا دخلنا بصينا كده، واول حاجه لقيناها الجوز الجميل دوت فك معانا البيض. شفنا حاجات حلوه قوي النهارده ولازم كمان نفرجها لكم. الحمام دوت فك معانا البيض اهو، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. طبعا النتايه شقلباظ والذكر مسافات. ولو جينا هنا جوز الهزاز اللي احنا لسه مجوزينهم مستنيين الاكل بتاعهم او الكلفه بتاعتهم، هوريكم برده الكلفه بتاعتهم ايه. والقص الكريزلي بسم الله ما شاء الله ربنا كرمنا فيه وباض اهو، بسم الله ما شاء الله شباب. طبعا في خير كتير النهارده على وش اخواتي وحبايبي اللي موجودين عندي. طبعا بعتذر للناس اللي بتعلق على الفيديو والتعليق مش بيظهر، لان انت مش مشترك في القناه. لعبت كده في الاعدادات بتاعه اليوتيوب غصب عني، فبالتالي حصلت المشكله ديت، فانا بعتذر لكل الناس.
ونطمن على الجزء الهزازي اللي هنا. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. محضنين تحتهم بيضتين. ايوه اتمطعي، ايوه اتمطعي، عايزك تتمطعي كده وتتدلعي. محضنين تحتهم بيضتين، واحلى فيديو مع احلى اخوات في الدنيا. يلا بينا بقى نتكلم على الكلفه ونشوفوا ايه الكلفه اللي احنا جايبينها والحاجات اللي احنا هنقدمها في الاكل ونديها للحمام. بس كده واحده واحده مع بعضينا نطمن على الجوز ده. لسه مجوزينه برده، فاكرينه طبعا انتوا الجوز دول. الذكر دوت قام بمهمه كبيره ان هو اكل 3 زغاليل واحنا خدنا النتايه منه، بس الحمد لله رب العالمين وصلهم لمرحله كويسه. وهنا برده نفس الكلام، الشقلباص دوت عملنا معاه نفس الحركه، بس برده طلع راجل كويس، راجل جدع، خدم عياله وعمل معاهم الصح. اما بقى الجزء المسافات الحلوين دول مسافات بسم الله ما شاء الله، تحتهم البتين بتوعهم اهم قاعدين برده على الحصى بتاعهم. الله اكبر، النهارده يوم جميل وبسم الله ما شاء الله، الله اكبر. انا عايزك كده اي حاجه حلوه تشوفها عندك في السلاكه تقول بسم الله ما شاء الله. الجوز دول عيالي، بمعنى عيالي يا شباب، دول عيالي. يعني ايه عيالك يا عم؟ يعني دول لسه بيضين اهم. ولو نلاحظ في الدبله، مش عارف بقى هتبان معاكم ولا لا، الدبله مكتوب عليها علي المنسي ومكتوب رقم التليفون في الذكر وفي النتايه زي ما انتم شايفين كده اهو. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. طيب اما بقى النتايه اللاحم والذكر البلدي دوت، هعمل لكم حاجه كويسه قوي هتظبطكم وهتعمل معاكم الصح. ونطمن على اليمنيات ونقول لهم عاملين ايه، صباح الفل عليكم، ايه عيالكم عامله ايه، اخبارها؟ لا انا انتوا مش عاجبيني النهارده كده، انتوا مش عاجبيني في الزق، لازم تزقوا احسن من كده. طيب انا بقى هعمل لكم حاجه بسيطه بقى، هخليكم بقى بصوا لحظه يا شباب كده، الحصلتين بصوا فاضيين خالص، ها الحصلتين فاضيين خالص خالص. هعمل حاجه كده غريبه مع الحمام هتخليهم ياكلوا الزغاليل دي بسم الله ما شاء الله، وانت هتشوف الكلام ده في الفيديو. يعني لو حمامك مش بياكل كويس اعمل بقى كده وادعي لي. اتفرج بقى ونشوف هنعمل ايه مع الجوز دول، هينفخوا الزغاليل بتاعتهم. يلا خش جوه. اما بقى الريحاني المعلم عنتر اتجوز اهو وبقى زي الفل وطالع لي على الباب، اوعى تاخدها مني تاني. طبعا نتايته بصوا بيدافع عليها ازاي، بصوا اوعى تاخدها مني تاني. ها لا مش هاخدها منك ما تقلقش يا عم، خلاص والله ما هاخدها خلاص. والحمام اللي تحت اهو جوزناه يا شباب زي ما انتم شايفين، يوم جميل مع احلى اخوات في الدنيا. طبعا هنا زي ما انتم شايفين السلاكه ديت 3 ادوار احنا جايبينها بنعزل فيها اهو زي ما حضراتكم شايفين كده. نبدا بقى ونخش على الكلفه ونشوف هنعمله في الكلفه. طبعا بالنسبه للعصافير اهي، للناس اللي سالتني على العصافير دي، العصافير اللي احنا بنربيها. تعالوا بقى اوريكم هنعمل ايه في الكلفه. طبعا ده ملناش دعوه بيه، ده اكل العصافير. بنجيب جيركن فاضي كده اهو زي ما حضراتكم شايفين، ده جيركن فاضي تمام يا شباب. واول حاجه طبعا بطلبها منك انك تعملها، احنا قلنا هنشتغل على الجوز دول، يعني نمنع من عندهم الميه. بصوا كده لو نلاحظ في هنا ميه عندهم، هنحاولوا نشيلوا الميه دي خالص ونحط لهم اكل بس. طيب الاكل ايه؟ تعالى اقول لك. بص الريموت فين؟ انت اللي جابك هنا يا عم. دي الكوبايه المعيار اللي احنا بناكل بيها. ولو لاحظنا كده اول ما جبت جردل الاكل الحمام قاعد يخبط زي ما انتم شايفين كده. ما تاكلنا يا عم، انت بتذلنا ولا ايه؟ حاضر هاكلكم والله. بصوا يا شباب الكلفه اللي احنا بنجيبها زي ما انتم شايفين، دي ذره صفرة وذره عويجه وغله وبزله صفرة تمام يا شباب. وهوريكم بقى حاجه جميله كده هنعملها مع اليمنيات هتظبط معانا الدنيا وهتخليهم ياكلوا عيالهم وتخلي صحتهم زي الفل. اما الناس بقى اللي اشتكت وقالت لي الحمام مش عايز زبيب، انا عايزك تخشن له الكلفه. يعني ايه تخشن له الكلفه؟ يعني تحط له الذره الصفرا دي، حاول تكسرها شويه في الاكل. اتفقنا يا شباب؟ وهنا هنحط الذره العويجه بتاعتنا، طبعا هنحط شويه صغيرين لان احنا عايزين نخشنه الكلفه للحمام. هقول لك بقى على المكون اللي انا هضيفه على الكلفه الحمام بيحبه، في ناس كتير قوي ما تعرفوش، بس ده جميل جدا وهينفع الحمام. ونبدا بقى نقلب كده كويس زي ما انتم شايفين كده، نجيب كله في قلب بعضه اهو. تعالى بقى نشوف هنعمله ايه مع اليمنيات ومع عيالهم اهو يا شباب. هنضيف القرطم، طبعا القرطم دوت في ناس كتير مش عارفاه، ده هتلاقيه في اي سوق جنب منك. بنضيفه كده شويه منه على وش الكلفه. ونيجي عند القص اليمنيات دول، طبعا احنا مانعين الميه من عندهم، ونبدا نحط لهم فنجان اهو، وادي فنجان تاني. امنع بقى الميه وشوف هتعمل ايه. طبعا بصوا الفرحه بقى اللي في الحمام، بصوا الحمام فرحان ازاي. ناكل الحمام دوت ونرجع لكم مع احلى اخوات في الدنيا ونشوفوا هنعملوا ايه تاني في السلاكه بتاعتنا. تعالوا نشوفوا بقى المنظر الجميل دوت
حاجه كده ممتعه، حاجه كده جميله قوي. الحمام كله بياكل في نفس الوقت كده زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليهم. بسم الله ما شاء الله. عود على حمامك او عود حمامك ان هو ياكل في وقت معين، يعني بيتحدد له نص ساعه في اليوم تحط له الاكل عشان يخش ياخد كميه كبيره من الاكل. ساعتها هيستفاد وجسمه هيستفاد، وفي نفس الوقت برضو انت هتستفاد. اما بقى اليمنيات اهم، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بصوا كده بياكلوا والحصله بصوا مليانه. بصوا الدكر عمل ازاي. اول ما الاقي الدكر بالمنظر دوت كل اللي عليا هعمله هجيب الميه اهي وازود له المسقه بتاعته ميه. تتفرج بقى اللي هيحصل دلوقتي لما ياكل ويشرب ميه هيعمل ايه. انا عايزك تشوف بقى وتلاحظ ايه اللي هيحصل دلوقتي مع الحمام. يلا بينا كده ونشوفه مع احلى اخوات في الدنيا. بصوا بقى كده يا شباب الفرد دخل يشرب ازاي. دخل يشرب من الميه كميه كبيره، واول حاجه هيعملها هيروح للزغاليل بتاعته. احنا منعنا عنه الميه وسيبناه ياكل براحته. بعد كده قدمنا الاكل بتاعه ونشوف المنظر الجميل دوت كده. والاب عايز ياكل عياله. هنمسكوا حصلتهم دلوقتي ونشوفوهم اكلوهم قد ايه او عملوا. يبص حنيه الاب بيعمل ايه للزغاليل. بص كده لاحظ الحته دي. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بص الحنيه، هو ده اللي احنا عايزينه، وهو ده المطلوب من الحمام انه يعمل كده مع زغاليله. بص كده، الله اكبر الله اكبر. بيهزله رقبته عشان يمدله بقه ان هو يبدا ياكله بالمنظر الجميل دوت. طبعا اللي هناك دي النتايه. في التاكيل او في العمر دوت للزغاليل بتكون النتايه بتحضر لبه وبتاكل. اما الزغلول بيدبس بالمنظر دوت الاب بياكل بكميه اكبر. يعني انا عايزك تشوف دلوقتي الاب عمال يفرم في الاكل ازاي، واتفرج بقى لما يخش للزغلول هيعمل معاهم ايه. بص كده بسم الله ما شاء الله. انا في انتظار الاب دلوقتي لان الاب في الفتره ديت هو العامل 80% بالنسبه للتاكيل. بصوا عمالين بينقي الاكل اللي هو عايز يديهولهم. بص كده مش بياكل اي حاجه والسلام، لا ده بينقي. عايزك تنقى معلم وتعمل اللي انت عايزه، بس المهم تخلي الزغلولتين دول صحتهم كويسين النهارده. بص بقى الاب معلم، الاب اقوى من الام في الفتره ديت زي ما قلت لك. بص الام عملت اللي عليها ومشيت وهتيجي تاكل تاني. بص بتاكل اي حاجه والسلام. لا انا عايزك تركز مع الاب بقى. الاب بقى هينفخ الزغاليل دي وهيخليها بسم الله ما شاء الله بصحه كويسه جدا جدا. تعالوا بقى نتكلم ايه اللي قدمناه للحمام في بدايه الفيديو اللي هيخليه يبيض معانا. طبعا اتفرجنا على الحمام كله وهو بايض والحمام كله وهو بسم الله ما شاء الله عنده انتاج. حاجه بسيطه حطيناها في الميه هقول لك دوت اسمه هاء سيلينيوم. بتجيبه من اي صيدليه بيطريه. طبعا ده مستورد، حاجه نظيفه جدا جدا. ولو ما لقيتش المستورد اللي هو الغنام موجود ان شاء الله شحن جميع المحافظات. وتعالى اقول لك بنقدموه ازاي. وطبعا زي ما انتم شايفين الحمام خلاص لما بنحس ان هو بطل اكل او شبع بنخش عند اي جوز ما عندهوش بيض. يعني مثلا الجوز ده ما عندهوش بيض هنبدا نحط له الميه السحريه ديت اهو. تمام. الجوز ده برده ما عندهوش بيض هنخش برده نحط له من الميه السحريه ديت. طبعا ده مخصب رافع مناعه ممتاز جدا. حاجات احنا بنستخدمها للحمام بتفيد عندنا الحمام. طيب ايه بقى الخطير اللي احنا بنتكلم فيه؟ الخطير انك انت تحط لجوز حمام وهو تحت منه بيض او تحت منه زغاليل السيلينيوم دوت. غلط 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 غلط. ليه؟ لان ده مخصب ممتاز. ممكن الذكر يخش يموت الزغاليل، ممكن يخش يكسر البيض عشان يبدا ان هو عمليه التزاوج ويبدا ينتج تاني. طبعا بنصح فيه ان انت تستخدمه اثناء عمليه التزاوج فقط. يعني انت في عمليه التزاوج تبدا انك انت تستخدمه، غير كده هتقدم للحمام كله ميه عاديه. وان شاء الله يكون الفيديو كان خفيف عليكم. ما لقيتش السيلينيوم اللي انا بتكلم عليه دوت. طبعا في شحن جميع المحافظات هيوصل لك لحد باب البيت عندك. وكل يوم جمعه موجودين في سوق اسكندريه مع احلى اخوات في الدنيا. طبعا انا عايزك تقدمه على عطش عشان الحمام ما يحسش ان طعمه متغير. اتفقنا يا شباب؟ لايك للفيديو، لو انت مش مشترك اشترك وفعل الجرس هيوصل لك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.